في بداية الفيلم ميرابل كانت بتسأل جدتها عن سر الشمعة اللي تعتبر مصدر سحرهم، وجدتها بتقول لها إن الشمعة دي هي المعجزة اللي كانت من نصيب عيلتها. وقالت لها زمان لما ولدت 3 توائم كانوا مضطرين يهربوا من بيتهم عشان حصل هجوم على مدينتهم، وجدها ضحى بنفسه علشانهم. وفي الوقت ده حصلت المعجزة، الشمعة نورت وبنت البيت، والبيت كل حاجة فيه كانت بتتحرك، السحر بقى وكده. ولما أولادها بلغوا سن الرشد كل واحد فيهم بقى عنده هبة سحرية بتساعدهم، ولما كبروا وخلفوا أولادهم كمان بقت عندهم نفس الهبة السحرية. وقالت لميرابل إن النهاردة الشمعة هتمنحها الهبة السحرية بتاعتها. فسألت جدتها يا ترى الهبة بتاعتي هتكون إيه؟ جدتها قالت لها أكيد هتكون مميزة زيك. ميرابل كانت بتستعد، لكن للأسف لما حطت ايدها على أكرة الباب اختفى، وبكده ميرابل مبقالهاش هبة زي باقي عيلتها. وكبرت ميرابل، وكان ده يوم حفلة الهبة بتاعت أنطونيو، وكانت بتقول للأطفال عن هبات كل فرد من عيلتها. ودلوقتي هنتعرف على أفراد عيلة ميرابل. دي خالتها بيبة، ومزاجها بيأثر على الطقس، لما بتتعصب الدنيا بتقلب زعابيب. وده خالها برونو اللي واضح ان محدش بيحب يجيب سيرته، لانه بيتنبأ بالمستقبل وتنبؤاته كلها كانت شؤم، فعشان كده اختفى. ودي ام ميرابل اللي وصفاتها بتشفي بيها اي حد، وده والد ميرابل وجوز خالتها بيبة اللي يعتبروا جزء من أفراد العيلة. ودي دولورياس اللي بتقدر تسمع دبة النملة، وده كاميلو اللي بيقدر يغير شكله. ودول أخوات ميرابل إيزابيلا اللي بحركة منها بتزرع ورد في كل حتة. ودي لويسا اللي بتقدر تشيل عمارة وتمشي بيها كأنها شنطة. الأطفال سألوا ميرابل عن هبتها، لكن دولوريس جاوبت وقالت لهم إن ميرابل ملهاش أي هبة. وواحد من الضيوف قال لها خد الهدية دي، يا رب حفلة النهاردة تعدي على خير وما تبقاش زي حفلتك. ميرابل كانت بتحاول تساعد في استعدادات الحفلة، لكن جدتها قالت لها مش عايزين مساعدة، عايزين الليلة دي تعدي على خير. راحت ميرابل عند أنطونيو وهدته لأنه كان متوتر. ولما الحفلة بدأت أنطونيو وقف قدام الباب وحط إيده على الأكرة، واتمنحت له هبة سحرية، وطلعت الهبة بتاعته إنه يقدر يتكلم مع الحيوانات. الكل فرح والعيلة اتجمعت تتصور، بس ميرابل كانت واقفة بعيد وزعلانة، كان نفسها تكون مميزة زيهم. ميرابل طلعت بره الأوضة بتاعت أنطونيو ولاحظت إن البيت بيحصل فيه تشققات، والشمعة السحرية كانت بتطفي والأنوار بتهتز. فجريت تبلغ العيلة لكنهم ملقوش أي حاجة. وفي الليل راحت عند الشمعة من غير ما حد يحس، وسمعت جدتها بتكلم صورة جوزها المرحوم وبتقوله أنا محتاجالك، السحر بيضيع وأنا مش عارفة ليه. وقتها قررت ميرابل إنها تنقذ المعجزة. راحت لدولوريس وقالت لها انت الوحيدة اللي بحس براحة معاكي، ما سمعتيش حاجة غريبة كده ولا كده؟ قالت لها سمعت إن عين لويسا كانت بترف طول الليل. فحاولت ميرابل تتكلم مع لويسا، لكن جدتها قطعت عليهم الكلام. كانوا بيتكلموا عن خطوبة إيسابيلا من عم روميو. ميرابل مشيت ورا لويسا وسألتها عن السحر، فقالت لها لويسا أنا وصغيرة سمعتهم بيتكلموا عن تنبؤات برونو، وإنه شاف إن السحر في خطر، ولو عايزة تعرفي روحي برج خالك برونو، بس خلي بالك محدش مسموح له يروح له. راحت ميرابل للبرج وطلعت سلالم كتير، ولقت قطع مسحورة مكسورة. وهي بتركب القطع شافت صورتها وخدتها في شنطتها ورجعت البيت. دخلت ميرابل أوضتها وأبوها شافها وهي بتركب الرؤية، فقال لها ما تتكلميش مع حد. لكن دولوريس سمعتهم والكلام انتشر بين العيلة كلها، وفجأة البيت بدأ يتشقق وحصلت فوضى، وجوازة إيسابيلا باظت والكل لم ميرابل. الفيران أخدت القطع السحرية وميرابل مشيت وراهم، واكتشفت إن برونو عايش في مخبأ سر في البيت. سألته عن الرؤية وقال لها إن جدتها طلبت منه يوم حفلتها إنه يشوف المستقبل، وشاف البيت بينهار وكانت صورتها قدام البيت. وقال لها ده كان ليه اتجاهين، اتجاه بيبني واتجاه بيهده. وميرابل قالت له إنه يشوف الرؤية تاني. قال لها بس أنا محتاج مساحة كبيرة. دخل أنطونيو وقال له غرفتي تحت أمرك، وعمل شوية الشعوذة بتوعه وشاف الرؤية، وكان البيت بينهار
لكن ظهرت فراشة وظهرت ميرابل هي وبتحضن إيزابيلا والشمعة بتنور أكتر. ميرابل قالت له إيزابيلا؟ مش معقول، ده أنا لسه مبوظة جوازتها. قال لها انقذ العيلة، الموضوع معتمد عليكي. راحت ميرابل لإيزابيلا واتخانقوا، لكن إيزابيلا لما اتعصبت زرعت نبات جديد لأول مرة وفرحت بيه جدا، واتصالحوا وغنوا وحضنوا بعض. لكن الجدة زعقت لميرابل وقالت لها إن سبب خراب البيت هو انتي. ميرابل ردت عليها وقالت لها انت عمرك ما شفتيني إن ليا لازمة، واتهمتها إنها سبب كل حاجة، وإن خالها برونو ساب البيت بسببها. والبيت ابتدى ينهار وميرابل جريت عشان تنقذ الشمعة، لكن الشمعة انطفت. ميرابل راحت للنهر وهناك لحقتها جدتها وحكت لها عن اليوم اللي حصلت فيه المعجزة، واعترفت إنها كانت خايفة تخسر السحر لدرجة إنها نسيت إن المعجزة الحقيقية هي العيلة. وشافت ميرابل الفراشة وقالت لجدتها المعجزة دي كانت بسببك انتي، واحنا عيلة بسببك وهنصلح كل حاجة سوا. وظهر برونو اللي كان بيحاول يبرر سبب وجوده، واتصالح هو ووالدته وحضنته وراحوا لمكان البيت، وكل أهل المدينة ساعدوهم إنهم يبنوا البيت من جديد. والعيلة عملت مقبض باب جديد عليه حرف ام لميرابل وودوه لميرابل عشان تفتح الباب. وأول ما حطت المقبض البيت رجع مسحور، وكان الباب عليه صورة العيلة كلها، واتجمعوا كلهم وتصوروا وخلص الفيلم. ولو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في ملخص جديد.